محاربون فيروس جاء من الفضاء ويذهبون معا إلى المدرسة وسلاحهم التي أخذوها من الفضائيين هم المبتدئون. هل هو في التكسير والتدمير؟ هل هو في الهروب في الدروب؟ الأبطال المبتدئون. أظن أن أغلبكم يعرف كرتون الأبطال المبتدئون، ولكن للاحتياط سأعرفه لكم. الأبطال المبتدئون أو سوبر نوبز هو كرتون قديم نسبيا، كان يعرض على كارتون نتورك بالعربية، وتوقفوا عن عرضه لسبب عدم نجاحه رغم أنه من كرتوناتي المفضلة. ويتحدث عن 4 أطفال، تايلور، شوب، كيفن وروتش، وهم أطفال عاديين يدرسون في مدرسة عادية ويلتقيون فجأة بفضائيين فيمنحونهم كرات قوة ليحاربوا الفيروس الذي يهدد الأرض. واليوم سأقدم لكم نظرية حول هذا الكرتون، فتابعوا الفيديو إلى النهاية. والنظرية تقول أن روتش كائن فضائي شرير أتى إلى الأرض. نعم كما سمعتم، فمن شاهد هذا الكرتون سيلاحظ غرابة هذا الولد، فبعيدا عن أنه قليل الكلام وغريب الشكل فهو يغطي عينيه بالكامل بشعره ويملك شعرا عجيبا تستطيع إخفاء كل شيء فيه تقريبا. ففي إحدى الحلقات بعنوان أين الكرات؟ عرفنا أن كرات الطاقة دائما يضعونها في شعر روتش. أروني الكرات. فقدناها. فقدتم كرات القوة. أعطيناها لروتش ليبقيها في شعره لكن اختفت. عادة شعره مكان آمن للغاية. فتسألون لما شعر روتش وليس أي مكان آخر مثلا؟ فالجواب هو أن روتش يقوم بتجارب على كرات الطاقة لاكتشاف طريقة عملهم ليصنع نسخة أخرى منها، فيقوم بإقناعهم بأن شعره مكان آمن ويذهب بهم إلى المنزل ويقوم بتحليل طريقة عملهم. والدليل أن كرات الطاقة دائما ما تخرب دون سبب مقنع حتى بعد إصلاحها، وذلك يعود إلى أخطاء يقوم بها روتش أثناء دراسته للكرات. وللذين لم يصدقوا اصبروا لأننا لم ننتهي بعد. فالدليل الأقوى على أنه ليس فتى عادي وعلى أنه قد أصبح صديقهم فقط لأنه يعرف أنهم أصحاب الكرات هو أنه في أول حلقة بعنوان أحلام المبتدئون أو ما شابه، وبينما يتساءلون عن ما يقصده ميم وزين عند قولهم أنهم سينقذون العالم من الفيروس، هذا ما حدث. قال علينا الاستعداد للفيروس. ماذا يقصدان؟ ربما عدوى تنتشر بين المجرات وتسافر عبر الفضاء كنيزك يهاجم الكون وينشر العداء بين سكانه. فمن المستحيل أن يعلم كل هذا عن طريق الصدفة، وهذه ليست المرة الأخيرة، بل وعندما لم يرد ميم وزين أن يبقى في الأرض نظرا إلى أنهم فضائيون وهذا ليس مكانهم، وكذلك لأنهم أوه صحيح نحن رائعان، لكن علينا تجنيد محاربين على الكواكب الأخرى. والأهم من ذلك أنكم ضعفاء وصغار وأنا أكره الأرض. انظروا ماذا فعل روتش. لن نحارب الفيروس بدلا منكم، فهمتم؟ ولم لا؟ أنتما رائعان. هناك منزل للبيع بجوارنا مناسب لكما. استخدما زر التحول ولن تكتشف. يعني كيف له أن يعلم أنه هناك زر تحول أصلا بينما هو أرضي عادي؟ وأيضا حتى ميم وزين لم يفكروا في هذه الفكرة أبدا. ولكن لماذا قد يأتي روتش إلى هذا العالم أصلا؟ ولماذا لم يظل في الفضاء في بيئته الفضائية أو ما شابه؟ أسئلة كثيرة قد تعترينا، لذلك فقد بحثت وأعدت كل الحلقات وعرفت الإجابة. فكما قلت سابقا روتش كان يعلم عن زر التخفي مسبقا، وذلك لأنه هو أصلا يستعمله. ها هو ما حدث كليا. كان روتش فضائي يعمل مع ميم وزين وبقية الفضائيين الحارسين والمدربين لحاملي كرات الطاقة، وفي أحد الأيام فشل روتش في اختبار وخسر فيه كرة الطاقة الخاصة به مثل التي يحملها ميم وزين، ولكنه كان متعلقا بكرته ولم يرضى أن يتخلى عنها، فهرب من اللجنة الفضائية وقد وجد أمامه كوكبا فنزل فيه ووعد نفسه أن ينتقم منهم لإفساد حياته، وهذا الكوكب هو الأرض. ظل ينتظر وصول كرات القوة إلى الأرض ليبدأ خطته، وقد وصلت له رسالة ولكل من يعمل معه ليذهبوا إلى الأرض ليسلموا الكرات. ولأنه كان يأتي مع ميم وزين إلى الأرض قديما عرف أين ستهبط السفينة، لذلك ذهب مع هؤلاء الأطفال ولم يتوقع أن يأخذ كرة طاقة أخرى، بل ظن أنه سيأخذهم بالقوة. وعند حصوله على كرة تغيرت خطته وأصبح يدرسها ويريد تطويرها، واعتاد على كونه لطيفا مع أصدقائه.
كي لا يشكون به، لكنه في الأصل شرير والدليل موجود. ففي حلقة روتش الشرير عرف الأبطال أن الكرة الخضراء تحول صاحبها أحيانا إلى شرير، فاستعدوا إلى موعد تحوله، ولكن الصدمة أن الكرة لم تؤثر به، وذلك لأنه يستطيع كتمان شره، فهو شرير في الحالتين. ولكن عندما صعقته شوب بالبرق تحول إلى شرير لأنه قد فسدت كرة الطاقة، والدليل أنه من يتحكم بتحوله هو أنه لم يتحول إلا عند إصابته بالبرق. أما كيفن فقد تحول فجأة. وهذه كانت قصة روتش الشرير من كرتون الهواة المبتدئون والحقيقة المظلمة. فلا تنسوا اللايك والاشتراك، وأراكم في فيديو قادم إن شاء الله.